البوليزاريو تعلن الحرب على مدن الصحراء بعد الحكم الذاتي، والمغرب يضم رسميا المنطقة العازلة. السلام عليكم. شطحات البوليزاريو والجزائر بعد الصدمة، بعد القرار 2797 الذي أنهى أحلام وآمال سواء البوليزاريو ولا هذا النظام الهجين. لكن الأمر لا يخلو من شطحات. 50 سنة ديال الشطاحات، 50 سنة ديال البروباغندا، 50 سنة ديال الرقصات ديال ديك المذبوح. هاد الناس لم يسأموا ولم يملوا. في الحقيقة ماشي لم يسأموا ولم يملوا، لأنه المتنفس الوحيد اللي عندهم، الطريقة الوحيدة باش يراوغوا هي هذه، هي البروباغندا الإعلامية الفارغة. غيطيحوا في واحد الورطة كارثية. نظام كبرناس طبعا هو يوعز للبوليزاريو شنو تقول شنو ما تقولش. خرجت الآن مصادر من البوليزاريو تؤكد أن البوليزاريو تستعد للقيام بهجمات عقيمة عشوائية تصل لحد إطلاق مقذوفات على المناطق الحدودية. دابا الإشكال فين هو هنا بغاو يعطيو واحد الصورة أمام العالم أنهم لم يستسلموا، يا شاهد ارتاح ارتاح سنواصل الكفاح إلى غير ذلك، بالبندقيين الحرية، ديك الهضرة الفارغة ديال قراءاتي وديال مدرستي الحلوة بغاو يبداو يطبقوه هنايا. غيبداو زعما وفرضا يطلقوا بعض المقذوفات على المغرب، او ربما يتسللوا المنطقه العازله باش يتبوا زعما راه حنا هنا، زعما حنا راه ما نال منا حتى شي واحد. اولا من الجانب العسكري، يعني من الجهه العسكريه شنو كنلقاو انه هاد الاعمال كلها اللي بغات دير البوليزاريو غتلقاو واحد العقاب اليم من عند القوات المسلحه الملكيه، لانه الدرونات ديالنا تنتظر. والحمد لله القوات المسلحه الملكيه متحكمه في هذه المنطقه، متحكمه فيها مليمتريا ومتحكمه بزمام الامور، تسيطر عليها السياده ديالنا باش ما بغيتي. بالاضافه الى ذلك انه مجرد القيام بهذا العمل، وحنا دابا تنتحدثوا على قرار ديال المجلس الامن اللي هو قرار ملزم، اللي كيقول لك جلس مع المغرب فاوض على كيفيه تنزيل الحكم الذاتي. جلس نهضر على كيفيه تنزيل الحكم الذاتي، يعني حكمات المحكمه اللي بغينا نقولوا، وانت كتقول انني غادي نكمل. طبعا هذا الامر عندك صحابي كنقولوا بحرقه ولا مرعوب، ورب العزه لا يحرك فينا ساكنا. هذا الامر هذا امر غير كنقولوا شنو داروا هاد الناس باش تعرف كيتبتوا امام العالم وكيدوزوا الفلوريسون على انه بلطجيه. نساو واحد القضيه مهمه. اولا انت ملي كتنقلب على الشرعيه الدوليه وينوض مجلس الامن ويطبق عليك البند السابع وحده، وكتولي كتعتبر انك طرف ما كتحترمش القانون الدولي والشرعيه الدوليه والمسار الاممي، يعني ما مضمونه ان الامم المتحده 50 عام وكتقاتل في هذا الملف، وجيتي انت في اخر المطاف وقلتي المشي كامل ما ساوي حتى شي حاجه. حنا باش نبسطوه. بالاضافه الى انه هذا الامر هذا غادي يجعل بعض الدول غادي تحفز وغتدعم الولايات المتحده الامريكيه من اجل تصنيفها جماعه ارهابيه، بالاضافه لان دول اخرى غتنخرط في تصنيف البوليزاريو جماعه ارهابيه. وهذا الامر سيدخل الجزائر، ماشي فقط البوليزاريو، سيدخل الجزائر بصفتها الدوله الحاضنه والدوله الداعمه والدوله المموله والدوله المحفزه للبوليزاريو، سيضعها في مواجهه مباشره مع مجلس الامن. مش غتضرب مع مجلس الامن، غتدخل في مواجهه مباشره مع مجلس الامن. كذلك يعني اولا تصنيف البوليزاريو جماعه ارهابيه، تدخل في مواجهه مع مجلس الامن. الولايات المتحده الامريكيه غتنزل عليك بعقوبات قاسيه جدا تؤلمك يعني الما شديدا، او في نفس الوقت البوليزاريو عنده واحد المخطط حسب بعض المصادر، عنده واحد المخطط. دابا كيحسبوا راسهم ديما هما اذكياء، ديما هما كيجيبوا شي حاجه اللي حنا ما عرفناش كيف هذا كيجيب، غير يجيب لك روسيت ديال كيفاش نصاوبوا بطاطا فريت. العالم كله كيعرف يصاوبها، غيبدا يوريك هو كيفاش دير. قطع بطاطا غسلها ديرها في الزيت بحال التخربيق، هذا حديد تخربيق، كيوريك شي حاجه اللي العالم كله كيعرفها، كيبقى يشرح لك بلي ديتاي. حسب بعض المصادر اللي صادره عن البوليزاريو قال لك ودي انه في اخر المطاف غيقدروا يجلسوا في طاوله المفاوضات باش يناقشوا حول الحكم الذاتي، لكن غادي يعرقلوه ديما. لا هذه لا، هذه لا، هذه لا، هذه بالفعل هذا هو الامر الاقرب للصواب والاقرب للتربيه ديال هذا النظام الهجين وديال البوليزاريو.
هذا الامر اللي دأبوا عليه 50 سنه، يعني اننا كيقول لك نعاودوا نديروه بصيغه اخرى، نتكيفوا مع الصيغه الجديده ديال القرار ديال مجلس الامن 27 97، نتكيفوا مع التوجه الجديد لمجلس الامن والمجتمع الدولي، ونزيدوا نعرقلوا بطريقه كنا كنعرقلوا بطريقه ديال واش الحكم الذاتي ولا حاجه واحده اخرى. اليوم غنعرقلوا في الحكم الذاتي. حنا ما اتفقناش على الحكم الذاتي، يقول لك ودي ما اتفقناش ويبقى يطول امد النزاع. لان كنقول لك لا البوليزار ولا الجزائر حتى واحد فيهم ما تيهمو حل هذا المشكل، الجميع يريد فقط اطاله امد النزاع والتغذي على الجيف. شرف الله مسامعكم. لكن كظنت ان المجتمع الدولي من بعد 50 سنه ومن بعد ما كانوا كيقول لك قبل ان الامم المتحده هي اللي هي الحصريه باش تثبت في هذا الموضوع، ها هي ثبت الامم المتحده وانت ترفض هذا الامر، كظن انه لن يحدث شيئا. طبعا الامر سيكون خطيرا جدا. الولايات المتحده الامريكيه ستنزل بعقوبات وضغوطات ثقيله على النظام الكابرانات وعلى البوليزاريو، وسيزيد في العزله. وما تقوم به الولايات المتحده الامريكيه الان، ما ستقوم به ما غيلقاش معارضه من عند اي طرف، على الرغم ان لا تأبه ولا تبالي، ولكن ما غاديش تلقى، بل سيكون هناك دعم من وليتي كتلقى الدول منهم الدنمارك وغيرها، دول اللي وسلوفينيا، كتلقى دول في الاتحاد الاوروبي، كتلقى دول اللي عندها علاقات مباشره مع الجزائر وتدعم الحكم الذاتي لانهاء النزاع المفتعل، وتقوم الجزائر بعرقلات هذا الامر هذا ومعاكسته. فصدقني على انها ستكون من الدول الداعمه للولايات المتحده الامريكيه لانزال عقوبات ثقيله على هذا النظام الهجين، وربما تنخرط فيها وتكون هي كذلك من الدول التي تصنف البوليزاريو منظمه ارهابيه. والامر اللي زاد طين بله واحبط هذا النظام الهجين واحبط المرتزقه ديال الوهم هو انه الان بدات واحد الحمله كبيره ديال الصحراويين في تندوف اللي بداو كيستعدوا للعوده. قبل من تصويت كنا هضرنا عليها، الان وصلت اكثر من 10,000 حاله ديال الساكنه ديال تندوف. طبعا كنعاود نقول خص يكون لو تخي، مازال نعرفوا شكون اللي مغاربه وشكون اللي ماشي مغاربه. ما تنساش انه جلاله الملك راه وجه في خطابه الساميه وامس قال ودي تنقولوا الاخوه ديالنا ملي يجيو راه غيتعاملوا معامله حسنه ويتعاملوا، ما غيكونش هناك فرق بين كذا وكذا، وخص بالذكر الاخوه اللي في تندوف، ولكن راه المحتجزين اللي حدوا السي عمر هلال مش غالطين. مشى واحد تندوف دار هذا السكون اللي تم جاي، هادشي راه خصو يكون مشمول بالاحصاء ديال 1975 اللي دارتو اسبانيا. والان تسجلات في القنصليه بنواديبو وفي السفاره يعني المغربيه طبعا في نواكشوط تسجلات اكثر من 10,000 حاله لحد الساعه، ومازال الارقام في تصاعد وفي تزايد. طبعا هذا النظام ما كيجيش يكمل من واحد الصدمه، ما كيجيش يستفيق من داك السبات ومن ديك الصفعه ومن الالام ديالها حتى كيتلقى صفعه اكبر منها. بعد هذا القرار النظام الجزائري غادي يستفيق على وقع واحد الصدمه خطيره جدا. الا تذكرتوا ماشي الا تذكرتوا طبعا هادشي راه هاد الايام طبعا دائما الا كنتو ردي البال بغيت نقول، هذا هو العباره اللي بعض المرات شي حوايج كيكونوا وحدنا ما كنشوفوهمش ما كندويش فيهم، كتوقع لنا كاملين. طبعا الى واحد القضيه كنا تردوا لها البال، اش كتلقى ان هناك جهات ملي كترسم خريطه المغرب كتعتمد داك الخط الوهمي اللي كيقسم المغرب عن صحرائه، وجهات اخرى كترسم المنطقه العازله. طبعا هذيك ديال المنطقه العازله ما كتشكلش واحد المساس بالسياده ان صح التعبير، لانه الخريطه واش خريطه سياسيه ولا خريطه جغرافيه ولا شنو كاين باش نتفاهموا. الا خديتي مثلا خريطه جغرافيه ماشي خريطه سياسيه، هناك فرق. يعني باش نفهموا هذه القضيه هذه، ملي كتاخذ مثلا اولا خريطه اداريه، ملي كتاخذ خريطه المغرب مثلا التقسيم الاداري كتلقى كل مقسومه، جهه الحوز بوحده، جهه كذا بوحده، جهه كذا بحال هذا الشكل مثلا ياك. فهذيك الخط اللي كان ديال المنطقه العازله الان جوجل غتحيدوه وغتحيد داك الخط الوهمي اللي كدير بعض الدول اللي كتعادي المغرب وكتحاول تنال من المغرب. غيستفيقوا مباشره من بعد القرار الجزائر تصدم بتحديد الخرائط ديال جوجل اللي اكبر خرائط معتمده في العالم، اللي تشمل الصحراء المغربيه وتنزيل الواقع الجيوسياسي الجديد، بما فيها كما اقول حتى المنطقه العازله ما بقاوش يسمحوا لراسهم باش انهم يعزلوها. الى لقيتي واحد النظره دابا الان مشيتي كتقلب درتي واحد البتيت ريشيرش وطليتي درتي واحد الطليله على بغينا نقول بالعاميه على الخرائط ديال جوجل الجديده الان تجد غياب هذين الخطين ما بقاوش، وهادشي كامل جا باوامر امريكيه. جوجل طبعا الولايات المتحده الامريكيه انه حتى باش ديك الفرصه ديال الوهم ديال النظام الكبراس غنعزلوها، غنحيدوا هذه الفرصه هذه ما تبقاش.
نسدوا عليهم ديك البروباغندا الإعلامية الفارغة. والآن سيتم تنزيل هذا الواقع دوليا وفي المؤسسات، وستعتمدها كذلك الدول. إذا هنا كيتطرح سؤال عند هذا النظام الهجين اللي كيقول لك أن هذا القرار لم يغير من حقيقة الأمر شيئا وأنه عقيم، والجزائر تتباكى، الجزائر كتدمع وكتندب حظها العاثر، ونظام الكبرات يقول لك ودي أنه هذا الأمر لم يغير في حقيقة الأمر شيئا، وكيهل وكيطبل وكيحتفل بتمديد بعثة المينورسو لغاية 31 أكتوبر. فحلل وناقش. إذا هذا الأمر هذا شنو كيدير؟ كيضرب ديك الصورة الكاذبة وديك البروباغندا اللي روجت للجزائر ولا زالت تحاول تروج لها، ولا كذلك العصابة ديال بولزارو ديال ما يسمى بالأراضي المحررة. أين هي الأراضي المحررة هنا؟ أين هي الأراضي المحررة من كل ذلك؟ كيفاش نقدروا هنا نبقاو نرجعوا نهضروا على الأراضي المحررة وفي نفس الوقت تيتحدثوا على حرب؟ دابا الآن هذا الأمر شنو تعني؟ تعني أنه المغرب طبعا وبدعم الأمريكي وبدعم القرار ديال 27 هذه المنطقة، المغرب ما يبقاش يعتبرها منطقة عازلة، لأنه أصلا القرار شنو قال لك؟ اسمع مزيان، القرار قال واحد الكلمة مهمة، قال لك ودي أنه في الصحراء كنهضروا على الحكم الذاتي في إطار السيادة المغربية. القرار كيتحدث على أن هذه الأراضي هي ماشي أراضي ما بقاش متنازع عليها، اتونسيون راه سقطت عليها الصفة الآن ديال النزاع، طبعا ما قالوش حرفيا ولكن ما بقاش أراضي متنازع عليها. واش ديال البوليزار ولا ديال المغرب؟ لا، تيقول دابا شنو الخلاف فين باقي عندنا؟ باقي عندنا في الصيغه ديال تنزيل الحكم الذاتي، اما السياده المغربيه قد حسمت من طرف مجلس الامن. هذا قرار اممي، متحده كتعتبر هذه المنطقه هي اراضي مغربيه. حنا عندنا خلاف غير في الحكم الذاتي كيفاش ننزلوه، ماشي واش ننزلوه ولا ما ننزلوش، كيفاش ننزلوه، هذا اللي عندنا فيه خلاف باش ما نغلطوش. اما الصحراء اليوم فهي مغربيه. طبعا ماشي كنقول لك عاد ولات مغربيه، كنقول لك انا بالنسبه للامم المتحده خلينا حنا كمغاربه ما نهضروش على راسنا، حنا عارفين اش كاين، الا نيرت الله والارض ومن عليها. كنقول لك اليوم الصحراء بالنسبه للامم المتحده فهي مغربيه. تفهمنا؟ فاليوم حتى المنطقه العازله المغرب ما بقاش عنده داك التحفظ ولا كذا، لانه تغير الوضع اليوم بعد القرار 27 تغير الوضع، ما بقيناش كنهضروا على ذاك الوضع السابق اللي هي اراضي متنازع عليها الى ان يبت مجلس الامن. مجلس الامن بت حسم، ولينا دابا بحال اصدر واحد الحكم عن المحكمه، كنحاولوا نديروا التنفيذ، كنشوفوا مفوض قضائي باش نمشيو ننفذوه، كنشوفوا مفوض قضائي باش ننفذوه فقط. حنا ماشي كنقولوا واش الحكم غنرجعوا له، صافي اصدر الحكم ديال القاضي والسلام عليكم. فلا يصح الا الصحيح. فاللهم اجعل كيدهم في نحورهم، وعاشت المملكه المغربيه الشريفه، ولا عاش من خانها ولا غالب الا الله. كنشكركم على المتابعة، كنشكركم على وقتكم الثمين، كنتمنى الحلقة نالت إعجابكم، كانت عند حسن ظنكم ومستوى تطلعاتكم. إلا عجبتكم ما تنساوش تعطيونا لايك، شاركوا معنا في القناة، خليوا لنا تعليقاتكم، ديروا واحد شير أو بارطاج من فضلكم لتعم الفكرة والفائدة. كيحييكم أخوكم طارق حجاب، وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.